اختراع بلبن ملوش اي علاقه باللي بينزل للفود بلوجر اللي بينزل للناس العاديين. فين الكريمه؟ فين الكريمه اللي على الوش؟ انا طالبه بالمانجا، المفروض في طبقه كريمه كده، الصوره اللي عندكم مفيش كريمه اصلا، غوايه يعني ايه ملحسه. فين طبقه الكريمه تبقى مغرقه؟ فين بوله الايس كريم؟ فين قطع المانجا اللي فوق؟ لان انا طالبه باللي هو يبقى من فوق في مانجا. يعني فين؟ زي ما انا بطلب مثلا بيستاشيو فبيبقى الكريمه وعليه بوله، وعليه مثلا بوله الايس كريم، وعليه بيستاشيو، عليه نوتيلا، عليه فين كل ده؟ انا والله ما كنت ناوي اعمل فيديو اتكلم فيه ان ده مش شبه الواقع ولا كان في دماغي، بس انا اتفاجئت ان في فرق شاسع. فين طبقه الكريمه؟ فين البوله؟ فين الايس كريم؟ او فين المانجا؟ او فين الحاجه اللي انا بطلبها عليه من على الوش؟ بس انا والله ولا دقته ولا رضيت اقربه، وكنت ناوي اطلع اقول ان ده احسن اختراع من بلبن، لان هو كوكتيل يعني استحاله هيبقى في اي حاجه ما تعجبنيش. بس انا بتكلم انت كمان كنت انت زمان اسعارك رخيصه، فممكن تكون كنت بتعمل فرق ما بين الواقع وبين البلوجر. دلوقتي انت ب 90 جنيه، يعني انت خلاص بقيت اسعارك رفع. ندوق بقى واكيد هيطلع ممتاز من قبل ما ادوقه، بس انا بتكلم في وجهه اللي انتوا شايفين. يعني دلوقتي اكيد نزل لكم صور ما بين اللي بينزل كل الفود بلوجر ما بين اللي انا شاريه. بسم الله. جودة المانجا اللي بيستخدمينها ممتازة، جودة التفاح ممتاز، الاختراع ذات نفسه على بعضه جميل. في سن الكريمه كده جت في بقي، يعني ايه زي ايه شم ودي اللي جنبك، الشمه دي يعني كانت جميله. فنوع الكريمه اللي هم بيستخدموها حتى في كل فيديو بتكلم على الكريمه بتاعتهم ممتازه. الاختراع جميل، بس انا بتكلم فين حاجتي. انت قلت لي ان ده الاختراع اللي انا هشتريه، فين بقى حاجتي؟ ده يمص الواقع ب 2 جنيه بس. وكمان ما اقول لك انا ما اقول لك بقى دلوقتي كان مع، فالاختراع عموما ممتاز. وانا لما بقول لك انا معك عبد الرحمن الجبري اللي مش فود بلوجر بقصدها، لان انا لو فود بلوجر استحاله هطلع اقول لك الكلمتين دول، لان انا مش هستفيد منك بجنيه. انما لو كلمتهم وطلبت اعلان هستفيد منهم. بس انا لو فود بلوجر ده هعمل كده، انما عشان انا مش فود بلوجر، عشان انا براء ربنا في كلمتين. فالاختراع عموما ممتاز مفيش اي مانع. انا كل اللي بتكلم فيه ان انا كنت عايز الاختراع زي ما بينزل للناس. على العموم لما انا بقى بقول لك انا معك عبد الرحمن الجبري اللي مش فود بلوجر، فهمت انا ليه بقول لك انا مش فود بلوجر. انا فود بلوجر كنت كلمتهم، كنت اتراضيت، كنت عملت. انما انا هستفيد منك ايه لما انت شفت الفيديو؟ يعني انا ما بستفدش جنيه والله. تيك توك ما بيديني جنيه على المليون و600 ولا على ال2 مليون. ده وجهه نظر انا بحب اوصلها. نصيحه بقى لكل فود بلوجر يحب يتنصح ويعمل عليا ريتش. بص يا حبيبي، لما انت تروح بكره ولا بعده تجيب لي الايه، عشان الفيديو طبعا هيضرب ويسمع، تروح تجيب لي الاختراع وتقول لي ايه بص عليه ومش عليه. لا انا بكلمك دلوقتي، انا اشتريته اهو وهو جالي كده. ما تجيش بقى تقول لي لا اصل هم بعد ما شافوا ظبطوا. لا يا باشا، الاختراع اهو، وانا اقسم بالله ما شلت منه جرام واحد، وانا اقسم لك بالله. كان معكم عبد الرحمن الجبري اللي مش فود بلوجر. سلام.